السلام عليكم. صحينا اليوم على خبر فرح قلبنا وبرد شوي نارنا لما شفنا اليهود بتحروقوا وبتشلوطوا بفضل رب العالمين. حكوماتنا العربية وللأسف ولا حدا اعترض ولا حدا امتعض من قرار منع الأذان في المساجد في مدينة القدس، ولكن الله كبير. بس المصيبة أن الفرحة ما تمت. شوية زعران وهمج وبلطجية عكروا مزاجنا على هالصبح. أحداث الجامعة الأردنية اللي حتشوفوها هسه بالفيديو اللي حنزله. فيديوهات بتسم البدن، 100 200 أزعر، لا قيم ولا أدب ولا أخلاق. عملوا رعب لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات اللي بالجامعة. مفكر حالك زلمة أنت وياه بالصوت العالي وبالفعل الردي؟ لا والله إنك ساقط وكل مين يشد على إيدك. مفكرها هذه المرجلة لما تنزل دمع خواتك الأردنيات الموجودات بالجامعة ينحبن ويبكن بسببك يا ملعون. كل مين جاي واللي معاه قنوته واللي معاه سيفه واللي معاه سلاحه واللي معاه مسدسه. اقسم بالله العظيم لما شفنا الفيديوهات فكرنا حالنا بفلسطين، مظاهرات لتحرير الاقصى، ولكن انت وياه ما بتمثلوا غير حالكم. السلط وعشايرها ما بيمثلها غير النشامه، المحترمين والشيوخ هذول بيمثلوها مش اشكالكم يا عرصات. عشاير الجنوب وكل عشائر الوطن ما بتشرفوا انه اشكالكم تحكوا احنا من الجنوب واحنا من السلط واحنا. انتوا اراذل الارض. بسببك اليوم بكيت امهات الاردنيين بكل بيت، لأنها خايف على ابنها واللي بنتها اللي بدرس بالجامعة ورايح يتعلم مش رايح ينقتل. الأردنيين بيجتمعوا على كلمة الحق، الأردنيين بيوقفوا مع بعض على الخير مش على الزعرنة ومش على البلطجة. لا أنت سلطي ولا أنت ابن عشائر الجنوب لأنه بنعرفهم كويس، ولا بتشرفوا إنه طلعوا همل وزعران بيعملوا اللي عملتوه. احنا كأردنيين بدنا اياهم يتلملموا واحد واحد، الروس الكبيرة، وكل واحد منهم شارك بالمهزلة اللي صارت اليوم، وينزل فيهم أقصى العقوبات بحرمانهم من فصول دراسية، وبالإضافة العقوبات جنائية بحبسهم، خليهم يتربوا ويتأدبوا ويكونوا عبرة لغيرهم. لأنه إذا ما صار هالحكي حتشوفوا كل يوم مشكلة بالجامعات، كل يوم بلطجة وزعرنة من هالفئة البسيطة المدسوسة اللي موجودة بالجامعات عندنا للأسف. وانتوا يا إدارة الجامعة وين استخباراتكم؟ كل السوشيال ميديا من امبارح ملخومة بالخبر هذا، ليه ما عطلتوا طلابكم وحافظتوا على سلامتهم بدل ما تبهدلوا اليوم؟ احنا دموع بناتنا اللي نزلوا اليوم غالية علينا، كيف لو نزل منهم نقطة دم؟ انتوا بتتحملوا مسؤولية كبيرة عن اللي صار اليوم ولازم الحكومة تحاسبكم. للأسف تنسيقكم مع الجهات الأمنية كان بيخزي. عنا أمن وعنا درك بتليفون كله بيجي وبيفزع وبيحامي على المواطن الأردني، بس انتوا ما درتوها صح. خلاصة الموضوع انتوا يا 100 200 أزعر ما بتمثلوا غير أنفسكم، لا بتمثلوا عشايركم ولا بتمثلوا مناطقكم ولا بتمثلوا الأردنيين النشامة. وراح نظل نفتخر بجامعاتنا الأردنية لأنها هي من نخبة النخبة بين أخواتها العربيات، وهذا التصرف الفردي ما راح يأثر على اسم وسمعتها. وآخر شيء تحية كبيرة لكل عشائر السلط وعشائر الجنوب ولكل الأردنيين بدو وفلاحين ومخيمات ومدن من شمالها لجنوبها وشرق غربها. وخلونا ندعي رب العالمين إنه ما يجمع الأردنيين إلا على الخير، ونكون إيد واحدة وصف واحد، ويهدي شبابنا ويصلحهم. أخوكم عبد الرحمن الغزاوي، السلام عليكم.